السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. لو انت اول مرة تشوفي قناتي، انا ام جنى ودي قناتي امهات ام جنى. بقدم روتينات تشجيعية. روتين النهارده جميل وخفيف. اتمنى لو عجبك الفيديو تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. النهارده كده بصوا، انا لميت بقى، طبعا شايفين الرخامة التانية نضيفة وزي الفل ازاي. لميت كده كل اللي عليها ونضفتها ورحت جايه بقى ايه، طبعا بيبقى عليها مواعين وكركبه، فشيلت كل اللي ملوش لازمه. اي حاجه، اي مكان بتشيلي منه حاجه مش بتاعه المكان ده بيروق. يعني مثلا حاجه جايه من الاوضه بترجعها مكانها، حاجه من المطبخ مكانها كده. بنبص تلاقي بقى الدنيا هديت كده وبقت حلوه. لقيت بقى عندي طبقين كده هنغسلهم على السريع. الحمد لله المواعين مش كتيره النهارده. هنغسل المواعين كده على السريع ونعمل اكله حلوه بقى كده. تدفي في الشتاء الجميل ده. بصوا، انا كنت من كام يوم كده نفسي في ايه، نفسي في اكلة سمك كده، بس اكلها في عيش مش اكلها في رز. تمام. كنت بعمل بقى سمك في اليوم ده، بس حماتي جت فقلت لا، اعمل لهم شويه رز وشويه سلطه بقى كده، مش هينفع معاهم الموضوع العيش ده. آه، هنعمل بقى دلوقتي صينيه سمك تونه، بالبصل بقى والطماطم وكده ونظبطها. وشويه رز ببصل، رز احمر ببصل، يعني بيبقى ببصل وطماطم. بيتعمل جنب السمك. طبعا في حاجات كده بتبقى معينة لازم تتعمل مع السمك، زي مثلا البصل الأحمر، الرز اللي ببصل دون أو الرز الأحمر دون. شوية طحينة، شوية جرجير، البصل بيحب الجرجير كده يعني. كتر في السلطة. فقلت بقى نعمل أكلة حلوة كده مع بعضينا. واسليكوا كده زي ما انتم شايفين بنغسل المواعين علشان ما تزهقوش. ما تنسيش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان نبقى خدنا حسنة كده، تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وطبعا بقى ما تنسيش الذكر ده يكون على لسانك على طول، طول ما انت بقى بتعملي حاجه زي كده، بتغسلي المواعين بتروقي. آم، علشان تستفادي بوقتك ما يبقاش ضايع على الارض. وانتوا عارفين ان يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في القران: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. بقيات الصالحات دي اللي هي ايه؟ الاذكار وكده. تمام. فطول ما انت واقفه كده على لسانك ذكر الله. ومتنسيش اذكار الصباح والمساء، عشان دي بتحميكي من اي حاجه في الدنيا، حاجه زي سحر او حسد او اي حاجه في الدنيا. الصراحه الحاجات دي بتحوش، يعني بتعمل سد منيع كده بينك وبين اي حاجه تاذيكي. هنا كان في أكلة رنجة وسردين وحاجات من دي حلوة كده على الصينية، وبواقي بصل أخضر وكده. رميت بقى كل بواقي الأكل على في الباسكت الدرج. عايزة أقول لكم باسكت الدرج ديت جميلة بشكل، بتلم معايا اللي على الرخامات واللي في الأطباق واللي في كل حتة، مبقاش مضطرية إن أنا أوطي الباسكت الكبيرة. وبتتملي. بصوا بملاها بقى من اي حاجه خاصه بالاكل، وبقفل عليها الكيس كويس وتحط في الباسكت الكبيره عشان القطط ما تقطعهاش، وهي ايه، محطوطه يعني في الشارع لحد عربيه الزباله ما تيجي تاخدها. بتحمي بقى من حاجه زي كده. وكمان علشان ايه، بالذات السمك والرنجه والحاجات دي لما تيجي تترمي في الباسكت لازم يبقى مقفول عليها كيس، عشان القطط بتشم ريحتها فبتبهدل الدنيا في الاكياس. على السريع كده زي ما شفتوا خلصت مواعين الفطار هي كمان. بشوف بقى، بشوف اي حاجه حواليا عايزه تتغسل بجيبها. لو في اطباق برضو في التلاجة نفس النظام كده، حتى طبق فيه حاجه محتاجه، حاجه مش هتحتاجيها تاني بنلم بقى كل الاطباق ديت علشان خاطر ايه ما تقعديش بقى تعملي مواعين تاني وحوار تاني لموضوع التلاجة يعني. نكون طلعنا كمان كل اللي فيها، وفي نفس الوقت ايه، تبقى عندك كميه الاطباق بتاعتك، ما يبقاش طبق تايه هنا وطبق رايح هنا كده يعني. هنغسل بقى الصينيه دي عشان نعمل فيها صينيه سمك محترمه كده، وهنعمل الرز ده برضو النهارده في صينيه. انا اتعلمت الموضوع ده من حماتي، حته ان انا اعمل الاكل في صينيه، الرز بالذات في صينيه يعني. المفروض الرز اللي في صينيه ده بيبقى الرز المعمر، بس لا، الرز بنعمله محمر عادي ومعمر وبصل واي حاجه بتتعمل في الصينيه عادي، وبنحمر برضو مكرونه في الصينيه، بنتعامل معاها كانها حله يعني. لما بتكون الصينيه كبيره وانت عامله كميه حلوه فبتشيل برضو معاكي، بس بتطلع الاكل بصراحه برضو تحفه. وبتبقى واسعه وسهله في التقليب عن الحله بتبقى ارضيتها ضيقه. فجربيها كده وقولي لي ايه رايك. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد. النهارده اول رجب. ربنا يا رب يدخل علينا رمضان كده ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويدخل علينا كلنا بالفرح والهنا والسعاده. ما تنسوش ان احنا الايام المفترجه الجميله دي، بصوا نكتر بقى من الصوم، اثنين وخميس، و27 رجب والايام المفترجه الجميله دي. ونصوم كده رجب وشعبان كده ايام متقطعه، عشان خاطر ايه، ما ينفعش ان احنا نصوم ايام متواصله الا في رمضان. آم،
بصوا، الواحد في الايام دي يعني في شهر شعبان الاعمال بترفع الى الله سبحانه وتعالى، اعمال السنه كامله. وبتبدا السنه الجديده من بدايه رمضان. السنه الجديده اللي احنا بنتحاسب فيها يعني بتبتدي من بدايه شهر رمضان. فحاولوا ان انتوا تقفلوا السنه بتاعتكم بحاجات كتير حلوه تتحسب لكم في حسناتكم، وصلاه وصوم وزكاه وحاجات كتير. آم، يعني علشان كمان يعني ايه العمر ما يبقاش ضايع على الارض، لان العمر ده ربنا مديهولنا علشان خاطر ان احنا نعمل بيه، علشان خاطر لما نروح نسكن الجنة نكون عملنا لنفسنا حاجات كتير. زي ما انتي ساكنة الدنيا عايزة تعملي بيوت وتعملي حاجات، ويبقى ليكي عربية، يبقى ليكي بيت، يبقى ليكي بتاع عيشة مستريحة. فاحنا كمان لازم نعمل حاجات في الآخرة، قصور ونخل وحاجات حلوة وبحار وأنهار وكل اللي احنا نطلبه هناك، واللي يبقى نفسنا فيه ربنا يا رب يجعلنا من سكان الفردوس الأعلى جميعا يا رب. فلازم نكون مستعدين ليوم زي ده ونعمل له. والعمل ده بيكون والله مفيش اسهل منه، بس انت تلتزمي بالخمس صلوات بتوعك، ولو ربنا قدرك ان انت تصلي نوافل يا ريت يكون احسن، وقيام ليل. والزكاه مفيش اسهل منها، والصوم كده كده يعني احنا بنصوم شهر رمضان كلنا، فلو في ايام تقدري تصوميها طول السنه ما بيبقاش الموضوع صعب يعني. فمفيش اسهل من كده الصراحه. دخول الجنه سهل جدا جدا جدا، مفيش اسهل منه، بس فكره ان انت تخلدي فيها وتستمري وتكوني في درجه اعلى هو ده اللي بيفرق حد عن التاني. بالعمل بقى، كل ما تكتري وكل ما تكون نيتك خالصه لله، وكل ما تكوني بتتقي ربنا كل ما بيكون ليكي عند ربنا مكانه اعلى. انتوا عارفين الفرق بين المسلم والتاني بالتقوى، يعني كل ما يكون بيتقي الله في كل حاجة ربنا بيجعل له مخرج من كل حاجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى مهمة. بصوا بقى، هنا هننضف السمك التونة. تمام. هنا كنت نضفت دي وشلت راسها، بس رجعت وقلت ايه، لا انا هغسل المواعين الاول عشان زفارة السمك ما تبهدليش المواعين والكوبايات وكده. وابتدي بقى ان انا انضف السمك كده في قلب الشنطه دي عشان اقفل على البواقي بتاعته، يعني قلب السمكه من جوه بطنها وراسها وكده، اقفل عليها كويس في الشنطه عشان القطط ما تبهدلش الزباله. وابتدي بقى ان انا انضف السمك كده وهغسله بليمون برضو واظبطه، واحط له بقى كده هنقطع بصل وطماطم وفلفل وتوابل كانك بتعملي صينيه بطاطس كده. تمام. وهنحطه بقى كده على النار. عايزه اقول لكم سمك التونه ده ما بياخدش على النار بتاع 10 دقايق، وبتبصي شمي بقى ريحه السمك كده في البيت بحاله مفحفحه، واحلى سمكه تاكليها. انا عايزه اقول لكم السمك ده انا بجيبه اعمله تونه وبشويه برضو، وبعمله كده صينيه. يعني عايزه اقول لكم كل طعمه في الثلاث مراحل، يعني في كل اشكاله حلو، طعمه ما شاء الله جميل. وبيبقى تغيير كمان عن السمك البلطي. عايزه اقول لكم يا ولاد انا يعني بصوا نفسي اكل اكل الجمبري كده من كتر ما هم بيقولوا طعمها حلو، بس أنا بصراحه بخاف منه قوي بخاف من شكله. فكره ان انا يعني ان انا اجيبه انا واعمله لا، يعني ممكن اكله في مطعم، لكن بصراحه بخاف منه، شكله كله رجول وبتاع وقشور، مش عارفه الناس اللي بتاكل الحاجات دي يعني تاكلها ازاي. هي بيقولوا ان هي اغلى اكله، واكله وفوسفور ومش عارف ايه ومفيده وكده، واكيد طعمها حلو وغالية وكل حاجة. بس أنا بصراحة بخاف من الحاجات دي قوي، أنا عندي عقدة من أي حاجة ليها شنب ليها رجول ليها يعني بخاف صراحة قوي. وعايزة أقول لكم السمك البلطي ده أنا لازم حد ينضفهولي، يعني اللي بيبيعه أقول لها نضفهولي عشان أنا بخاف منه. ولو جه في الشنطة لسه بيتحرك وفيه روح بسيبه لحد ما يبطل يتحرك خالص، لأن بصراحة بترعب منه وهو بيتحرك. أنا بحس إن إحساس ملمس السمكة وهي بتتحرك ده مرعب. معرفش الناس اللي بتمسك السمك وبتمسك القراميط وبتمسك الحاجات دي بتمسكها ازاي، دي مرعبة جدا، بس هي قدرات بقى. بصوا زي ما شفتوا كده، بعد ما نضفت السمك غسلت الحوض تاني من الزفارة. ولما اجي اغسل السمك تاني هغسل الحوض تاني برضو. احنا كده يعتبر هنبقى غاسلين الحوض حوالي 3 مرات او 4. بس عشان خاطر ما اجيش احط حاجة في الحوض بعد كده ويكون فيه ايه، فيه زفار. تمام. يعني نضفت السمك وعصرت عليه ليمون وسيبته كده 5 دقايق على ما نغسل الحوض ونشوف احنا بقى هنقطع السمك. نقطع البصل الطماطم كده. هشق بقى السمكة 2 واعصر عليها ليمون. تمام. علشان السمك كده تبقى مفتوحة واخدة توابل من كل حتة كده، والتوابل داخلة جواها وتستوي نفس السوا بتاعها، يبقى هو بتاع الوش بتاع الظهر بتاع كل ما تبقى مفتوحة كده بتبقى طبقة خفيفة وبتستوي بسرعة. تمام. قطعت بقى كده ال4 سمكات، شكلهم تحفة في قلب الصينية جميل، وطعمهم كان تحفة، وريحتهم كانت مشممة البيت بحاله، يعني العمارة بحالها كانت شامة ريحة السمك ده.
واتاكل بألف هنا وشفا. ما قعدش انا بقى قعدت اكل فيه بعيش. الصراحه العيش كان نفسي فيه قوي، في سندوتش سمك كده اتاكل بالعيش. بس عملت لهم برضو رز، وعملت لهم حاجات اللي هم نفسهم فيها ياكلوها. هنغسل برضو البوتاجاز قبل ما نشتغل عليه، ما نقولش بقى احنا كده كده هنعمل اهون فنسيبه مبهدل، لا، عشان ما يتحرقش مننا، لا تقع عليه حاجه وهو متوسخ كده ولا بتاع، واحنا بنطبخ يبوظ. احنا لازم نحافظ على حاجتنا، علشان دلوقتي الحاجه بقت غاليه ومبقاش نقدر نشتري حاجه. آم، يعني الحاجات اسعارها رفعت قوي 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 يعني. فاللي هو كل واحد يقدر يحافظ على حاجه يحافظ عليها، هي بترحمه من الشراء. يعني بيقول لك حمارتك العرجه ولا سؤال اللئيم. يعني حاجتك تغنيك عن انك انت تشتري او تسالي حد، تطلبي من حد او كده. تمام. هنا بقى كنت نضفت الفلفلايه وغسلت الطماطم وقشرت البصل وغسلته. ابتدي بقى كده ان انا اقطع دواير وحلقات والبتاع اللي هو شرايح، يعني دواير وشرايح. البصل دون كده على السمك. انا هشيل برضو السمك في الاخر واروح منزلها تحته بقى ايه، بصل وطماطم وحاجات من دي. بس انا سايباها على الوش كده لحد ما اقلب فيها فلفل اسود وكمون وملح، اقلبهم في بعض كده، واروح جايه منزله بقى ايه تحت السمك، من التوابل دي ومن الحاجات دي، تحت السمك وفوقه، عشان تبقى من الناحيتين كده وتستوي معاه وتاخد وتدي في الطعم بتاعه. ونحط برضو زيت كده، رش زيت على خفيف. قطعت كده الطماطم. عايزه اقول لك والله العظيم، البصل اللي كان في قلب السمك ده كان بيتاكل اكل كده، لان هو السمك بيستوي بسرعه، فالبصل ملحقش اللي هو يستوي او يتهري، فكان بيقرمش كده، فكان طعمه تحفه. تاكلي مدي طعم البصل بقى كانك انت شوياه. تمام. هنا كده حطيت الفلفل اهون والملح قصدي، وده فلفل الاسود. عايزه اقول لكم النوع ده الاقل حاجه منه الشعره منه بتعمل طعم وريحه كده. رشرشت كده منه فده طعم وريحه. بصي بصي ريحته كده ظهرت في السمك من قبل ما يتحط. الفلفل الاسود جميل قوي للزفاره. حطيت بقى كده ورحت مقلبه، وهحطه بقى على النار علشان خاطر ايه ياخد تسويه. ونعمل برضو الرز وكده، بس هننضف برضو البوتاجاز، نعمل احلى اكله كده مع بعض على خفيف. انا اتمنى ما اكونش صدعتكم، ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم، ويكون بقى بصوا روتين سريع كده على عادي خالص. لا في كركبه ولا في بهدله ولا في شيل وحط ولا بقى تنظيف ارض ولا تنظيف رخام ولا الكلام ده. الدنيا نظيفه والدنيا حلوه. الاجواء هاديه كده، وفيديو على السريع. بس برضو ايه، ما حبيتش ان انا بنزلكوش فيديو لازم كده كل يوم فيديو. بس ان شاء الله في سلسله فيديوهات جايه قريب جامده جدا جدا، وشويه تغييرات حلوه قوي قوي هتعجبكم. تابعوني. آم، بصوا هنغسل هنا بقى البوتاجاز، وغسلت الحوض برضو تاني كده وانا معاكم، مطرح ما غسلت السمك كده من الليمون. وهنغسل بقى البوتاجاز على السريع، ولازم يبقى ايدك في حاجتك كده وتحافظي على حاجتك، تسيبيها نظيفة وحلوة كده اول باول. عينك بقى في راسك، انت شايفة ايه اللي عايز ينعمل وايه اللي عايز يتنضف وايه اللي هيتظبط. آم، اول باول كده ايه، تظبطي دنيتك. ما تنسوش تتابعوني، عشان قلت لكم انا عامله لكم سلسله فيديوهات جايه جامده جدا جدا جدا، وتغييرات مش هتحلق يعني. بصي انتوا مش هتتخيلوا ايه اللي هيحصل في الفيديوهات اللي جايه بجد. آم، انا نفسي بجد بجد الفيديوهات اللي انا هعملها لكم دي تجيب مشاهدات كتيره، لان بصراحه انا مستنياها بقالي كتير. انا مستنيه التغييرات دي وبحلم بيها. يعني بصوا احلامي بتتحقق صراحه ربنا. الحمد لله على نعم ربنا كلها. وهي احنا في نعم. بصوا مجرد الامان نعمة، مجرد الصحة نعمة، انك تصحي من النوم كده بس يعني لسه ليكي عمر ده نعمة، انك في وسط ولادك والولاد بخير وجوزك بخير نعمة، ان انت بتبلعي ريقك نعمة، بتاخدي نفسك نعمة، بتقدري تدخلي الحمام نعمة. الواحد مر عليه ايام كانش بيقدر ياخد نفسه، ما كانش بيقدر يبلع ريقه، كنتش بقدر ادخل الحمام، كان بيركبوا لي قسطره، ما كنتش بقدر بصوا يعني اكل ولادي، ما كنتش بقدر ابقى في وسط ولادي، كنت ببقى في مستشفيات وما كنتش بقدر ابقى في وسط ولادي. مرت عليا ايام حسستني بكل نعم ربنا. يعني مجرد ان انتي عايشه بس كده واقفة على رجلك، ديت نعمة كبيرة كبيرة قوي قوي. لو فضلنا نحمد ربنا العمر كله ليل نهار والله ما هنكفي حمد على ربع نعمة من النعم دي بأمانة الله. وكل حتة في جسم البني آدم ليها لازمة، وكل حاجة مهمة جدا. ما ربنا ما خلق لناش حاجة إلا وليها أهمية يعني.
الواحد ما بيحسش بالحاجات دي غير لما يعني الحاجة بتروح منه، او لما بيتعب او كده بيبتدي يحس بنعم ربنا عليه. فانتي بصي ما تألفيش النعمة، يعني مش كتر ما انتي مثلا كويسة او الحاجات الدنيا ماشية كويس وسلسة والدنيا يعني الحمد لله ما فيش مشاكل، ما فيش صحة يعني، ما فيش مثلا امراض، ما فيش مش عارف ايه كده، والصحة كويسة، ان انتي تألفي النعمة، تألفي النعمة ان انتي تتعودي عليها وتحسي ان دي ايه، حاجة عادية. لا، لازم كل يوم تحمدي ربنا، وكل شوية تحمدي ربنا على كل النعم، وتطلبي منه ان هو يزيدك وكل حاجة. بس ايه، ولئن شكرتم لازيدنكم، بس اهم حاجة تشكري، تشكري عشان ربنا يزيدك، وعشان ربنا يبارك لك في الحاجة، وعلشان خاطر ما تتحرميش منها وما تفقديهاش. لان يعني لما حد ربنا بيبتليه بمرض او بكده او باي حاجة، بيكون علشان ربنا يحسسه بقيمة النعم، وعلشان كمان يسمع صوته. فانت دايما خلي ربنا يسمع صوتك دايما بالادعية، دايما ادعي كتير 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 كتير، ما تخليش ربنا يبتليكي علشان خاطر يسمع صوتك، خلي دايما صوتك عند ربنا مسموع. يا رب يا رب يا رب. بصي في كل سجدة، في كل دعاء، في كل راحة وجاية، ادعي بحاجات كتير. الدعاء بيغير القدر، بيحقق الامنيات المستحيلة. الدعاء ده جميل جدا، ربنا طلب مننا ان ندعي وضمن لنا الاستجابة. في 3 حاجات، يعني الدعاء ده الرد عليه بيبقى ب3 حاجات. يعني كده كده بيستجاب الدعاء، كده كده مستجاب، بس على 3 اشكال. يعني الشكل الاولاني ان دعوتك تستجاب وتاخدي الحاجة اللي انت عايزاها. الشكل التاني ان الحاجة دي ربنا بيمنع عنك بيها بلاء. يعني مثلا انت طلبتي حاجة وما حصلتش، فربنا قصادها بيمنع عنك بلاء اكبر كان هيبهدلك. يعني فيقولك لا خلاص، مثلا انت تقولي يا رب اشفيني من مرض معين، فربنا ما يشفيكيش من الحاجة دي، فبيمنع عنك مصيبة أكبر من المرض ده، بيقول خلاص مش مشكلة، يعني اللي هو إيه، نبتليها شوية بحاجة بسيطة من المرض ده، يعني ده أخف شوية من المصيبة دي. فربنا بيمنع عنك مصيبة، يا إما بيستجيب لك الدعوة، يا إما بيكتب لك بيها حسنات على صبرك إن الدعوة دي ما استجابتش. يعني قصاد إن ربنا ما استجابلكيش بيكتب لك حسنات، جبال حسنات بتتحسب لك عند ربنا هناك، تخليكي لما تروحي الجنة تقولي يا رب، يا ريتك يا رب ما استجبت لي اي دعوه من الدعوات بتاعتي، وكنت خدت بدلها كلها ايه، استجابات ودرجات وحاجات حلوه في الجنه من دي. يعني شوفي انت الدعوه 3 حاجات، يا بتستجاب يا بتمنع عنك يا بتاخدي حسنات، فانت كده كده مش خسرانه. ادعي 24 ساعه، ادعي على قد ما تقدري، رايحه جايه ادعي. اللي ما بيستجابش بتاخدي بداله حاجات كتير قوي، واللي بيستجاب ادعي باللي نفسك فيه، ادعي بحاجات حلوه. يعني مثلا كنت اسمع ناس يعني ما خلفتش تقول ايه، يا رب اديني مش عارف ايه، حتى لو كذا اديني طفل حتى لو في كذا. اوعي تدعي بحاجه وحشه، ادعي بحاجه حلوه. تقول عيل لو معاق، ما فيش حاجه اسمها عيل لو معاق، ادعي وقولي يا رب طفل سليم معافى يبرني. ادعي بالحلو كله، ربنا فوق، ان استجاب تبقى الدعوه حلوه، تستجيب لك دعوه حلوه. يعني قدري الدعوه استجابت، طب ما هي هتستجاب اهي، ادعي بقى بحاجه كويسه. يعني اقداركم تؤخذ من افواهكم، يعني اللي انت بتقوليه ده قدر، ده قدر وهيتنفذ. يعني انت بتاخدي زي ما بيقولك ما تفوليش على نفسك، ما تقوليش مش عارف ايه. ده فعلا حقيقة، اللي هو ان انت لما بتتفائلي بالخير بتجديه، وكمان لما بتقولي حاجة وحشة اقداركم تؤخذ من افواهكم، انت منك انت بيحصل لك. فاللي هو خليكي دايما متفائلة. زي ما بيقعدوا يقولوا، اسمع كده عن قوة جذب الاشياء اللي انت نفسك فيها، والحاجات اللي انت تقعدي كتير تتكلمي عنها والكلام ده وتحلمي بيها هتجيلك. ادعي، ادعي وما عليكيش غير ان انت تحلمي، وربنا بيحقق الاحلام وبيحقق الدعاوي وبيحقق المستحيل، ربنا قادر على كل شيء. بجد بجد اتمنى ان انا ما كنتش صدعتكم بالكلام ده، بس والله العظيم انا الحاجات دي مبدأ عندي في حياتي. اتمنى تستفادوا منها وتستفادوا من كل لحظة في عمركم، وتحسوا بنعم ربنا عليكم، لانه والله العظيم احنا عندنا نعم كتير قوي 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 قوي، واحسن من غيرنا كتير جدا. ويعني بصوا الواحد حتى مش هقول لكم بيبص لغيره هنا جنبنا، ولا جارنا ولا سلفتي ولا اختي، ولا الواحد بيبص للبلاد التانية، بيبص للبلاد اللي فيها حروب، اللي ربنا ينصرهم ويزيح عنهم ويصبرهم. يعني بجد الواحد لما بيبص لهم بيحس ان احنا الحمد لله في نعم كتيرة كتيرة جدا جدا الحمد لله. يعني هم لا عندهم يعني حاجة تحميهم من المطرة ولا البيوت بتاعتهم وضرب النار اللي عليهم والحروب، ولا حتى لاقيين أماكن يتعالجوا فيها، ولا أدوية
ولا حاجة حتى تسكن ألمهم. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي احنا فيه، وربنا ينصرهم، ودايما نفضل فاكرينهم بالدعاوي. دي اكتر حاجة في ايدينا، احنا مفيش في ايدينا غير ان احنا بندعي لهم وبنقاطع اي منتجات تانية. يعني المنتجات اللي هي فلوسها بتروح للي بيضربوهم. يعني انا ولادي، يعني عايزه اقول لكم قايله لهم على موضوع المقاطعه ده، البنوته الصغيره ما بتجيبش شيبسي ولا بيبسي ولا الحاجات اللي هي الماركات اللي هي المقاطعه. لما بتجيب حاجه والله دي مقاطعه والله بترجعها. ومعرفاها يعني ايه مقاطعه، ومعرفاها يعني ايه الفلسطينيين، وبوريها فيديوهات ليهم وهم بيضربوا. الله بصي بيحصل فيهم ايه، بصي اللي بيضربوهم اسمهم اسرائيليين، دول وحشين، وهم اللي بياخدوا الفلوس بتاع الشيبسي والكاراتيه ويجيبوا بها اسلحه وبيضربوهم والكلام ده. والله العظيم الاطفال يعني مستجيبه، بتستجاب لنا وفاهمين وقلبنا كلنا معاهم، ونفسنا ان احنا نقدر نعمل لهم حاجه، بس غصب عننا هنعمل ايه. ربنا ينصرهم يا رب. واحنا نتعلم من كده ان احنا نحمد ربنا على نعمه الامان اللي احنا فيها، وعلى كل النعم اللي حوالينا. الحمد لله لنا مأوى يقوينا في الشتاء دوت من البرد. الحمد لله واخدين عيالنا في حضننا، الحمد لله لا احنا بيحصل لنا حاجه ولا هم. وان كان على الشده ولا مصايب الدنيا العاديه ولا الغلا ولا الحاجات دي، والله كلها مقدور عليها. هي اي نعم ابتلاءات وكل حاجة وصعب على ناس كتير، بس مش أصعب من اللي احنا بنشوف في الدول التانية. فالحمد لله الحمد لله على اللي احنا فيه. لازم نتعلم ثقافة الشكر، ان احنا نكون نحمد ربنا على كل حاجة، على الحلو وعلى الوحش، ولو اوحش من كده نحمد برضو ونصبر. ويكون عندنا حسن تقدير للحاجات. يعني لازم تكوني مقدرة كل النعم اللي انت فيها، ويكون عندك حسن ظن بالله، تدعي ربنا كده وانت من جواكي حاسة ان هو يستجيب لك وان هو قادر على كل شيء وكده. ولو ما استجابش او لو حصل اي ظرف، تبقى عارفة ان في حاجة اسمها الحمد والشكر والصبر. ده اساسي. هنا يا جماعه كنت حطيت خلاص بقى السمك على على النار، كان خلاص بيستوي، وبديله تقليبه كده كل شويه وبطمن عليه بشوفه. قلبته كده على وشه وعلى ظهره. وسيبته استوى كده خلاص، كان هو استوى يعني. ريحته بقى كده كانت مفحفحه في البيت بحاله. وهنا السمك الرز بصوا برضو انا هديله تقليبه وهسيبه، لان حسيت ان هو لسه ما استواش. وحسيت ان الميه بتاعته خلاص نشفت وما استواش، فهديله برضو كده رشه ميه. ومغطيه طبعا وهغطي عليه. تمام. الرز ده انا قطعت البصل وبعدين حمرت البصلايه وحطيت فيها الرز. وبعد كده رحت ضربه لها طماطم وحطيت له توابل فلفل اسود وكمون ومرق الدجاج، وكان عندي شويه شوربه سخنتهم وسقيتهم بيه، ووطيت عليه على النار وسبته يستوي. وكنت عملت السلطه وقطعتها شويه سلطه كده حلوين. والسمك كان استوى، وهنغرف بقى كده. غرفت طبقين سلطه، وعملت صينيه السمك كده هغرفها في السرفيس دون، واغرف 2 سرفيس رز. كنت السلطه دي كنت جايبه خيار وطماطم وجرجير وليمون. وحطيت شويه ميه كده وشويه ملح، وحطيتهم بقى في الطبقين كده، وغرفت الصينيه. عايزه اقول لكم ما سبتش حاجه في الصينيه، كل حاجه الصوص بتاعها نزلته عليها، اللي سرد من الطماطم والسمك والبصل وكده. والبصل والطماطم كل الحاجات دي حطيتها في قلب مع السمك في قلب الطبق. عايزه اقول لكم والله العظيم كان طعمها زي العسل، تتغمس كده بالعيش حكايه، تتاكل برده مع الرز. ده كان تحفه. بس شكله اصلا الالوان بتاعته حلوه قوي، الاخضر والاحمر والابيض بتاع البصل والكلام ده. كان جميل. هنا بقى كان الرز استوى، وهنغرفه بقى كده في السرفسين كده. وبعد كده اروح جايه طافيه النار وحاطه الصينيه كده على البوتاجاز عيناها، واحط الاكل بقى. عايزه اقول لكم في اليوم ده ما كانش عندي طحينه انا عندي خلصانه. المفروض الاكله دي بقى كده طحينه وشويه جرجير بقى من اللي كان في الشنطه عندي دون. نغسل شويه كده ونحطهم جنبه. انا ما حطيتش بقى لان انا حاطه في السلطه الصراحه. فقلت ايه، انا مش هكتر حاجات علشان خاطر السلطه تتاكل والرز يخلص. آم، وانا كده كده كمان كنت هاكل بعيش اصلا. فخلصت بقى كده اعمال الاكل، وده كان الشكل النهائي بتاعه. ما تنسيش طبعا لو عجبك الفيديو تحطي لي اللايك، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي. واتمنى تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو ده، واكون فدتكم باي معلومه او باي كلمه. ما تطلعيش من الفيديو الا وانتي مستفاده اي حاجه، اوعي تسمعي اي حاجه تضيع وقتك وخلاص، لازم تستفادي حتى لو بكلمه. انا شاركتكم يومي، ده كان يومي النهارده، وده كان شكل الاكل. وما تنسيش بقى تقدري تعبي كده في الفيديو. اشوفكم ان شاء الله بقى فيديو جديد على خير. مع السلامه.